السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة وجولة جديدة. هناخد كده تمشية على البحر في منطقة المنشية لحد ما نوصل محطة الرمل. طبعا سمعنا الأيام اللي فاتت وشفنا على مواقع التواصل الاجتماعي جنوح المركب السياحي على شواطئ اسكندرية في منطقة محطة الرمل. شهدت اسكندرية الأيام اللي فاتت عن نوة الفيضة الكبرى، طبعا انخفاض في درجات الحرارة، تأثر السواحل الشمالية لسقوط أمطار غزيرة. الأمطار دي طبعا ناتجة عن منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لكن النهاردة زي ما حضراتكم شايفين الجو اتحسن عن الأيام اللي فاتت. كمان البحر أمواجه انخفضت. الأمواج الأيام اللي فاتت كانت أعلى من 5 أمتار. خلاص انتهت نوة الفيضة الكبرى، وهنستقبل بعد كده نوة الغطاس اللي بتبدأ يوم 19 أو 20 يناير وبتستمر لمدة 3 أيام. طبعا النوة دي نوة شديدة جدا، اتجاه الرياح بتكون غربية. بعد كده بنستقبل نوة الكرم اللي بتبدأ يوم 28 يناير. وطبعا المنشية من المناطق أو الأماكن اللي البحر بيكون فيها عالي، طبعا عشان البحر هنا مفتوح زي كده في المعمورة وفي منطقة السلسلة، كمان في محطة الرمل. كل دي طبعا أماكن مفتوحة. البحر هنا بيكون عالي جدا في وقت النوات. طبعا الأمواج بتكون عالية جدا وكمان بتوصل لطريق الكورنيش. طبعا تابعنا مع حضراتكم المرحلة الثانية وعمل مشروع حماية الشواطئ من النهر. طبعا كنا بنشوف منطقة سيدي بشر كانت الأمواج فيها عالية جدا وقت النوات. الأمواج طبعا كانت بتوصل للطريق، فعشان كده تم عمل مشروع حماية الشواطئ من النهر، وطبعا ده كان في المرحلة الثانية. طبعًا دلوقتي الجو جميل جدًا في إسكندرية زي ما حضراتكم شايفين. ما فيش سُحُب، هتلاقوا البحر جميل جدًا، ما فيهوش خالص أي أمواج. طبعًا سمعنا الأيام اللي فاتت وشُفنا طبعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة محطة الرمل جُنوح مركب سياحي صغيرة بسبب عاصفة الرياح وارتفاع الأمواج في وقت نوّة الفيضة الكبرى. وده أدى لجنوح المركب السياحية. طبعًا الجنوح يعني المركب اتحشرت بين الصخور، لكن الحمد لله ما فيش أي إصابات بشرية، لكن طبعًا في تلفيات في المركب. وطبعًا تم دفع الجهات المختصة للانتشار في جميع الأحياء للتعامل مع أي تداعيات محتملة والحفاظ على سلامة المواطن. واتخذت جميع الجهات المختصة جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة وسحب المركب المتضرر بالتعاون مع الجهات البحرية والحماية المدنية. وتواصلت فرق الإنقاذ طبعا مراقبة الكورنيش لضمان سلامة المواطن وحركة المرور. طبعًا في ناس كتير بييجوا يحبّوا يصطادوا هنا في محطة الرمل أو المنشية. كمان خلاص في طلاب كتير خلّصوا امتحانات الترم الأول، بينزلوا بقى هنا يتفسّحوا، يحبّوا بقى يروحوا محطة الرمل والمنشية، يتمشّوا على كورنيش إسكندرية. طبعًا فُسح كتير وأماكن كتير موجودة في إسكندرية تقدروا تتفسّحوا فيها. كمان تقدروا تاخدوا كده جولة بالحنطور من المنشية للقلعة، طبعًا جولة بتبقى جميلة جدًا. وأنا ماشية كده لاحظت للأسف إن في كمية أعمدة إعلانات كتير جدًا ورا بعضها في منطقة محطة الرمل والمنشية. طبعًا ده بيسبب كارثة كبيرة جدًا، إن ممكن الإعلانات دي لا قدر الله تُقع على الناس اللي ماشية. طبعًا شُفنا السنين اللي فاتت في أشجار كانت بتُقع كمان إعلانات، فده طبعًا كارثة كبيرة جدًا. غير كده كمان منظر الإعلانات دي بيكون سيء جدًا على الرصيف. تقريبًا ما فيش كورنيش في العالم غير إسكندرية اللي موجود عليه إعلانات بالشكل ده. دلوقتي بقى هنتمشى لحد محطة الرمل ونشوف المركب اللي اتحشرت بين الصخور الأيام اللي فاتت وقت نوة الفيضة الكبرى. كده وصلنا لمحطة الرمل، من أجمل الأماكن الفسح في اسكندرية. طبعا تقدروا بقى تتمشوا على البحر، تاخدوا جولة بالحنطور في أتوبيس السياحي، تقدروا كده تاخدوه من على البحر في بحري لحد المنظرة. كمان بقى في كافيهات ومطاعم كتير في محطة الرمل. تعالوا بقى كده نشوف المركب اللي اتحشرت بين الصخور وقت نوة الفيضة الكبرى.
زي ما حضراتكم شايفين دي كده المركب اللي اتحشرت بين الصخور وقت نوة الفيضة الكبرى، لكن طبعا الحمد لله ما فيش أي خسائر بشرية، لكن في تلفيات في المركب. ودي كانت جولتنا النهاردة في محطة الرمل، يا رب يكون الفيديو عجبكم، أشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.